ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه قلت لازم اعمل كشري بقى عشان يدفينا في الساعه اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه جبت حله على النار، حطيت فيها زيت وسبت الزيت يسخن كويس جدا. نزلت ببصلتين متقطعين مكعبات او 3 بصلات زي ما انت عايزه. تمام. عايزه البصل يطلع معاكي مقرمش ولونه دهبي، حط عليه شويه ملح قبل ما تحطيه على النار. بعد كده مسكت بقى صلصه الكشري، حطيت فرمت كام حبايه طماطم كده، وعليها بقى شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه ملح وكمان شوية خل وشوية شطة. تمام. اقلب بقى كويس جدا واسيبهم يستووا على النار. هروح بقى اعمل الكشري بتاعي. جبت حلة على النار وحطيت فيها زيت والزيت يسخن كويس جدا. نزلت كده بشوية شعرية، سبت الشعرية بقى تتحمر كويس جدا. اول ما تاخد اللون الذهبي بتاعك معاكي هتنزلي بقى بالرز بعد ما غسلتيه ونقعتيه، بعد ما غسلتيه وصفيتيه كويس جدا من المية بتنزلي بالرز. تمام. اخد اللون الدهبي اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بقى بالرز بتاعي. طبعا صفيته كويس جدا من الميه، هديله تقليبه جامده كده. بعد كده هنزل بالعدس بتاعي. طبعا العدس يا جماعه مش بسلقه، بحطه في ميه مغليه لمده ساعه. ونزلت بالعدس كده وقلبتهم كويس جدا. تمام. حطيت بقى المكرونه بتاعتي واديتهم تقليبه كمان. هحط بقى شويه كمون وشويه ملح. وهنزل بقى بالميه بتاعتي، والميه تكون مغليه عشان يطلع معاكي مفلفل كده وجميل. طبعا المكرونه الاسباجيتي اخر حاجه بتحطها على على وش الرز كده. مش بتقلبها قوي علشان مش هتكسر منك. نزلت بقى بالميه المغليه وهسيبها بقى على النار عاليه لمده 10 دقايق. وبعد كده هوطي عليها تستوي على نار هاديه خالص. تمام. كده البصل اتحمر معايا كويس، هطلعه كده. هعمل بقى الدقه بتاعه الكشري يا جماعه. اول حاجه بحط معلقه زيت تسخن كويس جدا، وانزل عليها بمعلقه توم، وابتدي اقلب في التوم كده. اول ما ياخد اللون الاصفر شويه ده بنزل عليه بميه تكون سخنه. تمام. بحط بقى البهارات بتاعتي، كمون وفلفل اسود وملح وشطه، واحط شويه خل وعصره ليمونه. اول ما تاخد فورة كده بروح اطفي عليها. طريقه جميله جدا لازم تجربوها. لو عجبتكم الطريقه اعملوا لايك واشتركوا في قناتي. باي باي.